تشيكن وكفته وفيجيتابلز. في تبوله لبناني، بابا غنوج وطحينه. هنجيب البابا غنوج كده اهوت انا هحطه على الجريل الاول ونقطعه كده ايه عشان يخش له هوا من جوه. 4 بتنجانات كبار زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي هنا اهو نديها شويه هوا، نحط شويه زيت قوي، ايه نغطيها شويه بالزيت كده على خفيف، وبعد كده ننزل بشويه ملح صغيرين. المهم تكون ايه عشان الملح والزيت بيجمع الحراره بس، ونروح اخدينهم ومودينهم الايه الجريل. هنا شايفين الفراخ هنا اهو زي ما انتوا شايفين. وهنجيب طبق بلاستيك نحط فيه الفراخ اللي احنا جبناها دي. الخلطه بتاعتها هتبقى عصير ليمون، قرفه وملح وفلفل اسود وزيت زيتون وعصير بصل ومرق الدجاج. هنشيل الملح ونحط مكانه مرق الدجاج. هنجيب البصلايه ونطحنها نعملها عصير، ويكون العصير لسه فيه الفتل بتاعت البصل. مهمه قوي الحته دي. انتوا شايفين نقطعها، هناخد نص كده كفايه، خليها ربع كمان عشان الكميه دي. يبقى كده كفايه قوي كده. هنحطها في الفود براسرز زي ما انتوا شايفين هنا كده اهو، وهنضيف عليها زيت زيتون، ونحط بتاع 3 مرق الدجاج. بعد كده هنحط شويه فلفل اسود، ده في الاخر بقى. هنضيف مع البصل والمرقه الدجاج والفلفل الاسود عصير ليمون. بعد ما ضربناهم في العصير الليمون والزيت الزيتون هيطلع بالشكل ده البصل. ده اقوى خلطه مع البصل بتخلي الفراخ تستوي بسرعه وتتبل بسرعه. هننزل بالفلفل الاسود بتاع معلقه ونص صغيره. نحط شويه اوريجانو. هنفضل نخلط الخلطه مع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده اهو. وشويه قرفه، نسينا نحط شويه قرفه، خليها نص معلقه قرفه. وهنضيف شويه بابريكا وهنخلطهم زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده الفراخ بتاعتنا جاهزه للشوي على طول. نجيب طبق بلاستيك ونحط فيه اللحمه كده، اللحمه اللي هنعمل بيها الكفته. نجيب البقدونس نقطع يعني الكميه دي بالظبط، ونحط ال3 ماجي دول وفلفل اسود بس كده. نحط لنا واحده فلفل حار، هتطلع بالشكل ده. هنقطع بصلايه كبيره، طبعا الكميه احنا عندنا كيلو واحد، يعني ممكن نص بصلايه كفايه. اللحمه بتعشق البصل، يديني الشكل ده الجوسي ده، المنظر ده. لازم تكون جوسي بالطريقه دي، لازم تكون جوسي شويه، فيها جوس، فيها عصير. هنضيفها زي ما انتوا شايفين كده. بص احنا نبدا نسينا الفلفل الاسود اهو. الفلفل الاسود هنضيف الفلفل الاسود ومعلقه ونص فلفل اسود بس. ودي الخلطه بتاعت الكفته كده. الكفته دي اللي زي بتاعت الحاتي بس احلى من الحاتي. هنصبع الكفته. الخضار بتاعنا النهارده فلفل حار، هو ده اللي هيبقى خضار وفلفل حامي احمر. هنحطهم كده الفلفل الحمراء دي كده اهو مع البتنجان عشان البابا غنوج، ونغطيها بالشكل ده. حاطط الفلفل، البابا غنوج بيتشوي.
الطحينه عندنا جاهزه وكل حاجه. هنعمل الكفته ونعمل الفراخ. يبقى هنعمله بالشكل دوت. كفتتنا الجميله زي ما انتم شايفين كده جاهزه. هنعمل بعد كده التبوله وهنجهز الطحينه عشان البابا غنوج، وبكده يبقى احنا جاهزين اللي احنا نشوي بعدها، نشوي الكفته ونشوي كمان الدجاج. ودلوقتي بقى هنفرجكم على الحاجات اللي عملناها كلها النهارده. فراخ مشويه مع كفته، بابا غنوج وطحينه وفلفل حار وتبوله لبناني. عشان نغطس كده. اول الكفته بابا غنوج وتبوله. ده اليوم. ندعوكم أن تتابعونا على قناة المنعم برودواي. من فضلكم لا تغيبوا عنا.